لكن تأملوا في هذا الحديث العجيب، حديث عائشة وهو في المسند، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق، دلهم على باب الرفق. يعني من أمارات إرادة الله الخير بالبيت أن يدل أهله إلى الرفق، فتجدهم في ماذا؟ في تعاملهم يتعاملون بالرفق. هذا من أمارات الخيرية التي يريدها الله سبحانه وتعالى بالبيت الذي دل أهله على الرفق بفضل من الله ومن. هذا يستفيد منها المرء أن يعود نفسه هو على الرفق، وأن يعمل على ماذا؟ على إيجاده في بيته، على إيجاده في بيته، بأن يكون أهل البيت كل واحد منهم متصل بهذه الصفة. فزينة البيوت وجمالها رفق أهلها، زينة البيوت وجمالها رفق أهلها، تحليهم بالرفق.